مجبورين توقفوا هالثلاث سموم كرمال صحتكم. اول شيء الحليب ومشتقاته كلها، ثاني شيء السكر على انواعه، وثالث شيء القمح وكل انواع الخبز يلي موجوده بالاسواق. جربوا وقفون شهر بس ورح تشوفوا بنهاية هذا الشهر انه كل اللي عندهم مشاكل بالكولون، وجع معدة، وجع راس، رح بتروح. بخصوص السكر، كلكم بتعرفوا انه السكر هو اكبر مسبب لكل الامراض اللي بنتعرض لها وبيغذي الخلايا السرطانية الموجودة بالجسم. اما الحليب ومشتقاته بسبب الدهون المشبعة والمواد الكيماوية السيئة الموجودة فيه هو اكبر مسبب لامراض القلب ولتفتت العظام. يعني هو يلي بيسبب بتفتت العظام، ما بيحمينا من التكلس. اما بخصوص القمح والخبز ليش لازم توقفوا؟ لانه القمح لما يزرعوه عم بيرشوا عليه مواد كيماويه، بيرجعوا بقطفوه بيصنعوا منه الطحين بدون ما يغسلوه. فانتوا عم تاكلوا الخبز مع هيدي المواد يلي هي بتعمل مشاكل بالكولون، مشاكل بالهضم وكتير امراض غيرهم. اسمعوا مني، اسمعوا من دوري، وقفوا هالثلاث سموم شهر، اعملوا تيست وشوفوا اذا ما بتخلصوا من كل مشاكلكم الصحيه.